السلام عليكم ورحمة الله. اللاعبون الجزائريون ينسون هزيمة الأرجنتين ويعولون على فوز كبير على الأردن. محرز سنفعلها إن شاء الله. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يشكو حكم مباراة الأرجنتين وحكام الفار. حكيمي مطلوب للمحاكمة في فرنسا. أهلا وسهلا بكم إخواني إلى هذا الموعد الجديد. يعني والله مضت الآن 3 أيام على هزيمة المنتخب الوطني الجزائري، ولكن هناك أشياء محيرة وغريبة. في البداية الإعلام الجزائري شن هجوم كاسح على المنتخب وكأننا خسرنا مع منتخب ضعيف. نحن خسرنا مع أبطال العالم، صحيح الأداء لم يكن جيد ولكن خسرت مع أبطال العالم. ترى نتائج لمنتخبات أخرى في هذه البطولة خسرت بال4 وبال3 مع منتخبات في نفس مستواها. لما ترى تونس تخسر مع السويد بخماسية، وترى بوسنا تخسر مع سويسرا برباعية رغم أنهم في نفس المستوى، كذلك قطر مع كندا ليس هناك فرق كبير، حتى كندا ليست بلد لكرة القدم وخسرت بسداسية، لكن الهجوم فقط على الجزائر. الإعلام الجزائري بعضهم سمعت مثل معزوزي يقول بأنها أكبر كارثة في تاريخ الكرة الجزائرية منذ الاستقلال. لماذا؟ خسرنا بال3 مع سيراليون، وخسرنا بال4 وخسرنا بال5، وتمضي الحياة ويمضي المنتخب، والآن ما زالت مباراتين يمكن أن نفوز بهما ونتأهل وننسى هزيمة الأرجنتين. كذلك هناك أمر آخر، العرب ترى المؤثرين والصفحات العربية بنسبة كبيرة يهاجمون فقط الجزائر، يقولون الجزائر خسرت، يضحكون يتنمرون، رغم أن الجزائر خسرت مع أقوى منتخب حاليا وهو بطل العالم، وخسرت مع أفضل لاعب ربما في تاريخ كرة القدم هو من سجل، ولكنهم يتنمرون. وهناك نتائج أسوأ بكثير من نتيجة الجزائر ولكن لا يذكرون إلا الجزائر. الجزائر حرقتهم، الجزائر، لأنه حتى المواقف السياسية نراهم يهاجمون الجزائر فقط، باقي الدول لا يتكلمون عنها، لا ندري لماذا. نحن لا نتكلم على الجيران لأن البيضة تاعهم محروقة على بالنا بها، ولكن هناك دول أخرى ومؤثرين آخرين يهاجمون دائما الجزائر سواء في السياسة أو في الرياضة، بينما ترى مؤثرين وإعلاميين وصفحات كبرى أوروبية، كذلك وسائل إعلام في إسبانيا، حتى في فرنسا التي لدينا مشاكل معها، كلهم يتضامنون مع الجزائر، ليس بسبب الهزيمة بل بسبب لقطة ميسي. ترى كل وسائل الإعلام تتكلم وتقول، حتى اللاعبين القدامى أمثال راموس، أمثال أوليفر كان، أيضا جارث بيل، الكثير من اللاعبين أساطير تكلموا وقالوا بأن هناك ظلم كبير للجزائر. حتى مدرب جنوب أفريقيا البارحة في الندوة الصحفية لما تم معاقبة لاعبيه ب3 مباريات بنفس الحركة وأقل منها التي حصلت لميسي، ولكنهم قالها: لماذا ميسي لا يعاقب؟ لماذا تعاقبون لاعبنا ولا تعاقبون ميسي؟ هل تخافون من ميسي أم هو مدلل؟ لهذا بعد الحملة الكبيرة الجزائر قدمت شكوى ضد حكم المباراة البولندي مارشيلياك، وكذلك حكام الفار، وسمعنا أن أحدهم هو إماراتي. لم نتأكد من هذه المعلومة، ولكن إذا كان إماراتي فهذا شيء طبيعي، لأننا نعرف الإمارات كيف يرون الجزائر. إذا حملة كبيرة ومساندة مطلقة من كل الأوروبيين، حتى من أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، يساندون الجزائر. أما العرب فكلهم يضحكون ويتنمرون على الجزائر. إذا نتمنى أن نتجاوز هذه المحنة، مثل ما قالها قائد المنتخب الوطني رياض محرز الذي قال: سنفعلها إن شاء الله. وهذه الكلمات من قائد المنتخب إن شاء الله سيطبقها اللاعبون وينتصرون. هناك تغييرات في التشكيلة، سمعنا على أن فيتكوفيتش ربما يعتمد على بنبوط، وزيدان كذلك خرج بتصريحات وقال بأنه لا يلعب باسم والده ولا يريد أن يتم ربط اسم والده باستدعائه للمنتخب، ولكن هذا لن يتم. الكل يتكلم في هذا الأمر، يربطون اسم والدك بك، لأننا رأينا صراحة مستواك ربما لا يؤهلك للعب مع المنتخب. صحيح أنه من أحد الأسباب التي أدت إلى استدعائك أنه لا يوجد حراس أقوياء في الجزائر، لهذا تم الاستنجاد بك. لو كان لدينا حارس قوي ربما لن تلعب، ولكن للأسف كل حراس الجزائر متوسطون. بنبوط الذي مرشح أن يلعب أساسي، أو باقي الحراس، لدينا حراس بمستوى متوسط، لا نكذب على أنفسنا، ليس لدينا ذلك الحارس القوي الذي نقول أنه نمبر 1، كلهم بنفس المستوى تقريبا. كذلك هناك ربما ستكون تغييرات بعودة محرز، أيضا زروقي وربما شرقي،
المهم أن المدرب يريد أن ينتفض أمام الأردن. نحن نعلم أن المنتخب دائما إذا مر بكبوة فإن المباراة التي بعدها اللاعبون يكون لديهم ردة فعل قوية، وإن شاء الله أمام الأردن ينتفضون يفوزون بنتيجة كبيرة، وننتظر مباراة النمسا. أنا في رأيي مباراة النمسا أهم من مباراة الأرجنتين، لأن لدينا حساب مع النمسا، نتمنى من اللاعبين أن يكونوا رجال ويسددوها. لو يفوزون على النمسا فإننا سنتناسى تماما مباراة الأرجنتين، وهذا فقط ما يرضي الشعب الجزائري. كذلك هناك أمر في المونديال. حكيمي، محكمة الاستئناف في فيرساي في فرنسا طالبت حكيمي بالمثول أمامها بعد كأس العالم بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 سنة 2023. حكيمي قال بأنه بريء، وبأن القاضي قال له فقط لأنك مشهور أنت هنا، وكذلك قال بأنني أخيرا سأتكلم، وقال أيضا بأنه لم يتكلم في الآونة الأخيرة لأنه كان يظن بأن قضيته سهلة، ولكن تبين أن هناك أدلة، وبأن حكيمي ربما سيعاقب 8 سنوات سجن لأن القضية خطيرة. رأينا قبله مغربي آخر وهو المجرد كذلك مع فتاة فرنسية. هم يحبون فرنسا يعني من قيادتهم إلى شعبهم، ولديهم نظام حماية مع فرنسا، وفرنسا صديقتهم. لهذا نرى الكثير منهم يذهبون إلى فرنسا، والآن القضايا تتوالى. نحن لا نعلم أو لا نؤكد إن كان حكيمي على حق أو لا، ولكن أن تتم المحاكمة في ظرف 3 سنوات ثم تصر محكمة الاستئناف على مثوله، فهناك أدلة دامغة، هناك أدلة على أن حكيمي ربما تورط في هذا الأمر. على العموم سنرى ماذا سيحدث، وهذه ربما ستؤثر كثيرا على مباراة أو على زملائه في المنتخب، لأن لديهم مباراة قوية أمام اسكتلندا. نتمنى كل التوفيق طبعا للمنتخب الاسكتلندي، لأننا رأينا التشفي، رأينا كيف تفرحون، وإذا فاز منتخب اسكتلندا فإننا سنذكركم بأنكم ضحكتم وتنمرتم على الجزائر، ولدينا الكثير من السوابق لما تضحكون على الجزائر وعلى سواء في السياسة أو في الرياضة، فإنكم خلصوها دوبل إن شاء الله. أيضا من نتائج المونديال البارحة كانت نتائج متباينة. منتخب جنوب أفريقيا تعادل مع منتخب التشيك في مباراة يعني بنفس المستوى، حتى التشيك لم يظهر أي شيء. كذلك منتخب سويسرا انتفض وفاز برباعية مقابل هدف أمام البوسنة والهرسك، نتيجة كبيرة جدا، لأن المنتخبين تقريبا في نفس المستوى، ولو أن منتخب سويسرا حتى في المباراة الأولى أمام قطر كان قويا جدا، ولكن لاعبوه استهزأوا أمام المرمى. رأينا الكثير من الفرص اللاعبون يعني يحاولون التسجيل بطرق تافهة، يبخلون يعني بعضهم البعض، بيناتهم كان أنانية، وكانوا حتى عاقبهم الجزائري بوعلام خوخي في الدقيقة 94 بهدف التعادل. البارحة السويسريون لم يقعوا في نفس الخطأ. كذلك هناك منتخب المكسيك الذي كان أول المتأهلين بعد أن فاز للمرة الثانية أمام كوريا الجنوبية، وأيضا منتخب كندا الذي فاز بسداسية كاملة على منتخب قطر الذي ظهر أنه منتخب ضعيف للأسف الشديد. وهناك ظاهرة جديدة وهي طرد لاعبين من منتخب قطر في نفس المباراة، بالإضافة إلى تسجيلهم بهدف ضد مرماهم. وكانت هناك حادثة خطيرة جدا بإصابة لاعب كندي. في الأخير نتمنى منكم فضلا وليس أمرا دعمنا عن طريق الاشتراك والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.